الإخوة المجاهدين في كل مكان، تحية العز، تحية الرجولة، تحية البطولة. نعم، لقد وريتوهم عينة هذا اليوم. نعم، ولكن القادم أكبر وأكبر، وستتضافر الجهود، وستلتحم كل المدن وكل القرى وكل الأحياء بعضها ببعض لكي يدرك العالم أن هؤلاء الأفاقين لا يريدون التعبير عن الرأي ولا يريدون الديمقراطية. نعم، لا يستطيعون تحمل الرأي الآخر. إنهم الظلميين، إنهم الظلميون الذين اعتدوا على البشر واعتدوا على المتظاهرين السلميين. نعم، قلنا لكم ما زال الغيث كثير، ونحن نحيي ونشد على أيدي المسلمين الصامدة الطاهرة المناضلة، وأيدي الهضبة، وأيدي الحي الإسلامي، وقبيلة كلتوش، قبيلة التفانة. نعم، هذه الأيام القادمة ستكون وبالا عليهم، لأنها ضد المستعمر، ضد الصليبيين، ضد عملاء الناتو. نعم، إنكم شرفاء أيها المجاهدين، فسيروا على بركة الله، سيروا، وسيكون النصر حليفكم بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهنا التكبير الحقيقي، تكبير وليس تكبير بمعنى تقتيل وتدمير الذي يمارسه هؤلاء العملاء. نعم، هؤلاء الذين أصيبوا بخيبة أمل في سرت وفي بني وليد الصامدة، بني وليد التي سطرت أسطر من ذهب، من حروف من ذهب، وستدخل التاريخ بإذن الله كما دخلته أيام الغزو الإيطالي. نعم، يا قبائلنا في كل مكان، تكاتفوا مع بعضكم البعض. هؤلاء إنهم مرتعشون، إنهم مرجفون، لا يستطيعون المواجهة إلا تحت حلف الناتو. نعم، لا يستطيعون المواجهة إلا تحت حلف الناتو. لا تغرنكم هذه الأشكال وهذه الشو اللي يعملوا فيه. فلذلك يا أخوتي الأعزاء، الله سبحانه وتعالى سينصركم، لأنكم أصحاب حق وأصحاب قضية. عندما يسأل ابنك يوما ما أو أخوك أو أي حد، سيقول بويا طلع من أجل تحرير ليبيا وليس تحت قصف الناتو ليجلب الاستعمار الذي احتل ليبيا. دافعوا عن شرفكم، دافعوا عن بيوتكم، دافعوا عن جيرانكم، دافعوا عن اخوتكم. لا تتركون هذا العدو القاسي الذي يخسف في كل مكان. عليكم بالتحرك من جهات عدة حتى تخفف الضغط على سرت وعلى بني وليد. نعم، نعم أيها الإخوة، نحن نقول لكم هذه ليبيا، وهذا هؤلاء هم المجاهدين الحقيقيون وليس خلفاء الناتو. والله مع الصابرين، والله معكم، والله معكم إن شاء الله. وستكون بإذن الله الانتصارات المتوالية، والحق سيحصحص بإذن الله قريبا جدا. وهذه البداية، ولكن نعم سننظر